حكايتنا النهاردة بتبدأ في ليلة من ليالي هونج كونج على مينا كبير، والدنيا ليل وضلمة. في عصابة كبيرة بتظبط عملية تهريب تحف أثرية، كنوز ما تتقدرش بفلوس. زعيم العصابة ده واحد اسمه جان تاو، وده بقى مفيش حاجة وحشة إلا وبيعملها. تقدر تقول عليه شفار وأمار وقتال، يعني من الآخر واد تقيل في عالم الإجرام. الليلة كانت ماشية زي الفل والعملية بتخلص، وفجأة زي الشبح لقى رجالته عمالين يقعوا واحد ورا التاني كأن في عفريت بيتحرك وسطهم. الشبح ده ما كانش إلا الضابط لي، واحد من أشطر ضباط هونج كونج، سريع زي الهوا ومفيش في قلبه رحمة لما بيتعامل مع المجرمين. فضل يضرب في ده ويوقع في ده لحد ما وصل لسونج الإيد اليمين لجان تاو. لي زنقه ورفع عليه السلاح وقال له مفيش ولا واحد فيكم يتحرك. سونج وقف مكانه وثبت رجالته وبلغ القاعدة بتاعته عشان يبعتوا له دعم، لكن لي كان أسرع، عايز يقبض عليه بأي تمن. سونج بكل بجاحة بص للي وقال له عايز تضربني بالنار؟ طب وريني، اضرب لو راجل. وبدأ يقرب منه واحدة واحدة. لي استناه لحد ما بقى في وش أمه وراح زق وراه وكتفه على الأرض. الضابط لي ما بيضيعش وقت، لف عشان يكمل على بقية العصابة، لكن في اللحظة دي سونج قام وجري عشان يهرب. لي شافه وطلع يجري وراه، وبقية رجالة العصابة عمالين يضربوا عليه نار. الدنيا اتقلبت ضرب نار وخناقات، ولي مستخبي ورا الصناديق. لما لقى فرصة كمل جري ورا سونج. لسوء حظ لي لما وصل لآخر المينا كان سونج خلاص نط في مركب سريع وهرب. صحيح سونج هرب، بس لي ورجالته قدروا يرجعوا شحنة التحف الأثرية اللي كانت هتتهرب. نروح لمشهد تاني. القنصل هان وهو راجل دبلوماسي كبير كان بيحتفل بتعيينه قنصل جديد في أمريكا. في نص الحفلة الضابط لي دخل واداله تقرير العملية. القنصل هان فرح جدا إنهم قدروا يرجعوا التحف حتى لو مساعد جان تاو هرب. وهو خارج وقفته سو يونغ بنت القنصل. البنت كانت زعلانة جدا لما عرفت إنهم هيسافروا أمريكا، وبدأت تعاتب لي وتقول له ليه مش هتيجي معانا؟ مين هيدربني كونغ فو هناك؟ من كلامها فهمنا إن لي مش مجرد حارس، ده كان زي أخوها الكبير وصديقها اللي بيدربها دايما في وقت فراغه. نطير بقى لأمريكا في نفس الليلة. هنشوف واحد اسمه كارتر، ضابط في شرطة لوس أنجلس، بس ضابط على مزاجه، سايق عربيته الكابورليه ومظبط نفسه ومشغل مزيكا على الآخر وفرحان بحياته. كارتر وصل لمكان مقطوع، كان مستنيه هناك واحد اسمه كليف. فتح له شنطة العربية ووراه شوية متفجرات من نوع C4. هنا بنفهم إن كارتر عامل نفسه مجرم وبيعمل صفقة مع كليف عشان يقبض عليه. وهم بيتكلموا في الفلوس والتسليم فجأة سمعوا صوت الشرطة. محدش يتحرك. كليف اتخض وافتكر إن كارتر بيغدر بيه، فمسك المسدس وحطه في دماغ كارتر وهدد الشرطة انتوا اللي محدش فيكم يتحرك وإلا هفرتك دماغه. كارتر برضه دمه بارد ومخافش، وفي لحظة غفلة من كليف خطف المسدس من إيده وضربه بالروسية في وشه ووقعه على الأرض. كارتر بص للضابطين وقال لهم امشوا من هنا قبل ما بوظ لكم الدنيا. وهم بيحاولوا يفهموا كليف قام وبدأ يضرب نار، فهربوا على عربيتهم. كارتر بقى متغاظ انهم بوظوا له العملية، طلع مسدسه. اول طلقة جت في كاوتش عربية كليف، والتانية ضربها بدقة على القنبلة اللي في شنطة العربية. العربية لسه بتجري وكليف بيحاول ينط منها، وبوم، انفجار ضخم هز المكان. كارتر قرب من كليف اللي مرمي على الارض وطلع له الكارنيه بتاعه وورقوا له. هنا بنعرف ان كارتر ضابط شرطة وكان عامل الفيلم ده كله عشان يقبض عليه. فاتت الايام والقنصل هان وبنته سو يونغ انتقلوا لامريكا، وفي يوم الصبح والقنصل بيوصل بنته المدرسة جاله تليفون مهم، فساب الحارس يكمل توصيلها ونزل هو يرد عليه. ماسك التليفون عمال يقول الو ومفيش حد بيرد. في الوقت ده البنت كانت ماشية في العربية بتغني ومبسوطة، لكن للأسف الدنيا مش بتمشي زي ما بنبقى عايزين. في نص الطريق عربية شرطة وقفتهم، نزل منها ضابط. الشوفير فتح إزازه عشان يسأله فيه ايه، ولسه بيتكلم الضابط ضربه بالنار هو والحارس اللي جنبه. طلع الضابط ده هو سونج، الإيد اليمين لجان تاو. سونج فتح باب العربية عشان يخطف البنت، بس البنت سو يونغ بسبب تدريب ليها طلعت مش سهلة خالص. بدأت تضربه برجليها وبإيديها ورمت السلسلة بتاعتها في وشه وخربشته. لكن وهي بتهرب طلع راجل تاني مسكها من ورا وحطها في عربية فان. حاولت تقاوم تاني، بس صحابها فتحوا باب الفان من جوه ورموها ليهم وقفلوا وهربوا بيها. نروح للقنصل هان اللي كان بيخلص شوية ورق. وصلوا 2 من FBI وبلغوه بخبر اختطاف بنته. الراجل اتصدم وعلى طول اتصل بليه عشان يجي أمريكا فورا. رجال FBI حاولوا يهدوه ويقنعوه إنهم هيلاقوا بنته، بس هو كان مصمم. ثقته كلها كانت في ليه، وقال لهم ليه هيجي ويشارك معاكم في البحث. FBI لما شافوه مصمم قرروا يلعبوا لعبة تانية عشان يخلوا ليه ده على جنب وما يدخلش في شغلهم. قالوا لازم نجيب ضابط من شرطة لوس أنجلس يفضل لازق له ومخليه مشغول لحد ما نخلص إحنا العملية. وفي قسم الشرطة كان كارتر عامل بطل وبيحكي لزمايله عن عملية كليف وبيزود فيها طبعا. يا جماعة كانوا 4 ومعاهم متفجرات ومعاهم أسلحة، وضربت طلقة واحدة في شنطة العربية فجرت
حضرتهم كلهم. وهو لسه عايش في الدور دخلت عليه واحدة زميلته اسمها جونسون، ودي خبيرة متفجرات. كانت متغاظة منه جدا عشان المفروض العملية دي كانوا هما الاتنين فيها، بس هو راح لوحده وبوظ الدنيا وسبب انفجار كبير. وهم بيتخانقوا قائدهم نده عليه. القائد كان لسه قافل السكة مع الاف بي اي، طلبوا منه ضابط يلهي الضابط اللي جاي من هونج كونج. القائد بص حواليه ملقاش غير كارتر وقال له تعالى يا كارتر يا حبيبي، في مهمة كبيرة ليك، هتشتغل مع الاف بي اي. كارتر طبعا ما صدقش نفسه، حس انه اترقى وبقى مهم وما يعرفش انهم جايبينه مجرد جليسة اطفال للي. خرج فرحان وهو بيقول لزمايله لو حد من الاف بي اي احتاجهم كلموني، انا شريكهم دلوقتي. في نفس اليوم كارتر وصل بيت السفير وهو نافش ريشه وبيتعامل كأنه المحقق كونان. قابل قائد الاف بي اي وسأله وصلته لإيه. القائد شده على جنب وقال له من الآخر اسمع، في ضابط صيني اسمه لي جاي، كل اللي عايزه منك انك تلاهيه وتبعده عن القضية لحد ما احنا نخلص. كارتر اتصدم وعارف انه اتاخد مقلب، هو كان جاي يحقق مش يلاهي واحد. بس القائد هدده وقال له يعمل اللي اتقال له ويمشي. بالليل كارتر راح المطار يستقبل لي، شافه نازل راح يسأله عن الرحلة. لي بصله وما ردش عليه. كارتر فهم انه ما بيتكلمش انجليزي فقال في سره يا دي الليلة السودة. وهم ماشيين بالعربية كارتر اتصل برئيسه يزعق له على المهمة الزفت دي. الضباط كلهم في مكتب الرئيس سمعوه واتريقوا عليه. الرئيس قال له يخلص المهمة دي وإلا هيوقفوا عن الشغل، وقفل السكة في وشه. لي طلع لكارتر عنوان بيت السفير. كارتر بص في الورقة وقال له بعدين هوديك بعدين. كارتر أخد لي ومشي بيه على الحي الصيني عشان يضيع وقته، ونزله عند مكان أثري وقال له استناني هنا. هو راح عند واحد بتاع جرايد يعرفه وسأله عن خطف البنت. الراجل قال له ان في عصابة صينية بتشتري سلاح بس ما يعرفش حاجة عن الخطف. وهو لسه بيتكلم لمح لي بيركب أتوبيس سياحي. كارتر طلع يجري وراه ولحقه بالعافية. طلع الأتوبيس ورفع عليه السلاح وقال له رايح فين يا عم؟ لو هربت مني هترفد. ليه بص وراه لقى سياح بيصوروه، فاستغل ان كارتر اتلهى معاهم وراح ناطط من الأتوبيس على يافطة، ومن اليافطة على عربية كرفان، ومنها على تاكسي. كارتر لما شافه هرب سرق موتوسيكل وطلع يجري وراه، لحق التاكسي ووقف قدامه بالعرض. نزل كارتر موجه المسدس على ليه، وليه هو كمان نزل من التاكسي ووجهه عليه. الاتنين موجهين السلاح على بعض، وفجأة سواق التاكسي هو كمان طلع مسدسين ووجههم على كارتر. كارتر هنا فهم ان ليه بيتكلم انجليزي وانه كان بيضحك عليه طول الوقت، فاتجنن اكتر، بقى محتار. رؤسائه عايزينه يبعد ليه عن القضية، وليه نفسه عايز يبعد عن كارتر عشان يشتغل في القضية. بعد تفكير طويل كارتر قرر يساعد ليه. راحوا على بار بيتجمع فيه عصابات. كارتر دخل وكأنه صاحب المكان، ساب ليه بره ودخل على زعيم العصابة اللي طلع في الآخر ابن عمته. سأله عن واحد صيني بيشتري سلاح، قال له إن ليه مقر في الحي الصيني. في نفس الوقت ليه بره شاف واحد من رجال سونج، وقبل ما كارتر يرجع ليه كان خنقه وضربه وخلاه يعترف. هاجمت بقية الرجالة على ليه والدنيا اتقلبت خناقة. ليه الصغير ده نزل فيهم فرم يمين وشمال وظبطهم كلهم. كارتر شافه وطلع يجري وهم خارجين بيهدد فيهم خلاص أنا أخدت المعلومة اللي عايزها. ليه افتكر إنهم هيروحوا يدوروا على العصابة. اتفاجئ بكارتر واقف قدام مطعم. ليه قال له بنعمل إيه هنا؟ قال له هندور وإحنا جعانين، استناني أجيب أكل ونيجي. وعشان يتأكد إن ليه مش هيهرب تاني راح مكلبشه في ديركسيون العربية ودخل المطعم. بعد شوية كارتر خرج لقى ليه خلع الديركسيون بالكلبشات وهرب. ليه خد تاكسي وراح على بيت السفير. الاف بي اي بلغوا الحراس إن في واحد غريب جاي وطلبوا منهم يوقفوه. الحراس رفعوا عليه السلاح بس ليه طبعا مفيش حاجة بتوقفه. ضرب واحد وقع التاني ونط من فوق السور ودخل جوه. ضابطين كانوا مدخلين السفير أوضة آمنة. ليه نط من الشباك ووقعهم الاتنين ووجه عليهم السلاح. في اللحظة دي السفير دخل ووقفه وشرح لهم إن ده هو الضابط الصيني اللي جاي يساعدهم. لما كارتر وصل بعربيته اللي بتجرها ونش لقى ليه مع السفير والاف بي اي في المكتب. القنصل سأل مين ده؟ رجال الاف بي اي خافوا لا يعرف الحقيقة، لكن ليه أنقذ الموقف وقال ده كارتر الضابط اللي بيكلفوني يساعدني في البحث. فجأة التليفون رن. كارتر رد، كان سونج اللي بيقول جهزوا 50 مليون دولار وإلا مش هتشوفوا البنت تاني. كارتر بكل برود قال له 50 مليون ايه؟ انت خاطف كيم كارداشيان؟ طب راعينا شوية. سونج قال له 50 مليون وإلا هقتلها. كارتر بدأ يفاوض في نوع الفلوس ويفاصل معاهم كأنه بيشتري خضار. وفي الآخر سونج قال للأف بي آي إنه هيبعت لهم مكان التسليم قبلها بنص ساعة. الأف بي آي كانوا بيحددوا مكان المكالمة. أول ما حددوه اتحركوا عليه بقوات التدخل السريع. ليه وكارتر راحوا وراهم. ليه حاول يقنع رئيس الأف بي آي إن ده فخ، بس الراجل ما ردش عليه وقال له أنت جاي من الصين تعلمنا شغلنا. القوات اقتحمت
زعمة المبنى لقوه فاضي ما فيهوش أي حد، وهم جوه تليفون رن. واحد من الضباط رد وبوم انفجرت قنبلة دمرت المبنى باللي فيه. كلهم اتصدموا، وليه لمح سونج من بعيد وفي ايده جهاز تفجير عن بعد. سونج جري وليه جري وراه وكارتر وراهم. سونج دخل في زقاق وطلع على سلم عمارة وليه وراه. فوق السطح سونج هاجم ليه وضربوا بعض، وليه كان هيقع من فوق السطح، بس قبل ما سونج يقضي عليه سمع صوت كارتر جاي فهرب. ليه وراه وجزء من الكوبري اللي بيجروا عليه اتكسر بيهم. وهم بيجروا كارتر حاول يضرب نار على عربية العصابة اللي كانت مستنية سونج، بس الطلق خلص. سونج راكب العربية وهرب، وهم مرميين على الأرض كارتر لقى جهاز التفجير اللي سونج وقعه. أخدوه وراحوا لجونسون خبيرة المتفجرات، قالت لهم إن ده بيستخدم في تفجير قنابل السي 4. كارتر افتكر على طول كليف اللي قبض عليه. راحوا له السجن. كليف في الأول ما كانش عايز يتكلم، بس لما ليه وراه صورة البنت صعبت عليه وقرر يساعدهم. قال لهم دوروا على واحد اسمه جان تاو في مطعم فوتشاو في الحي الصيني. راحوا المطعم وبقوا يراقبوه من بره. في نفس الوقت القنصل جهز الفلوس وزرعوا فيها أجهزة تتبع. العصابة اتصلت بيه وسونج قال له يجيب الفلوس للمطعم ده خلال نص ساعة. فجأة ليه وكارتر شافوا سونج داخل المطعم. ليه ادى كارتر الكارنيه والسلاح بتوعه وقال له يدخل يتجسس. كارتر دخل وعمل نفسه المحامي بتاع جان تاو. العصابة شكت فيه لما شافوه في الكاميرات. بعتوا بنات يسقوهم عصير فيه سم. ليه وهو قاعد لمح في رقبة بنت من اللي بيشتغلوا السلسلة بتاعة سو يونج، ففهم إنها معاهم. وفي نفس الوقت طلع واحد لكارتر قال له إن جان تاو مستنيه فوق. كارتر طلع لقى رجالته مستنيينه. بص في شاشة المراقبة لقى سو يونج بياخدوها في عربية لمكان تاني. رجالة العصابة مسكوا كارتر وضربوه علقة موت، وفي آخر لحظة قبل ما يقتلوه ليه وصل وخلص عليه. هجم على بقية العصابة وظبطهم. كارتر فاق وقام يساعده. الاتنين نزلوا ضرب فيهم لحد ما هربوا من المطعم اللي انفجر بعد ما رصاصة جت في أنابيب الغاز. عملية التسليم فشلت وما يعرفوش البنت راحت فين. الاف بي اي طبعا اتجننوا وأمروا بإبعادهم عن القضية وإنهم يرجعوا الصين الصبح. العصابة اتصلت تاني وزودت الفدية ل70 مليون. في الوقت ده القنصل هان كان بيزوروا صاحبه توماس. المفاجأة إن توماس ده هو نفسه اللي شفناه مع العصابة في المطعم، هو اللي طلع جان تاو شخصيا زعيم العصابة ووراه كل اللي بيحصل. كارتر ما كانش ناوي يسيب الموضوع. اتصل بجونسون عشان تساعده يعرف مكان القنصل فين، وبعدها راح المطار وعمل نفسه عامل صيانة ودخل الطيارة اللي المفروض ليه هيرجع بيها. ليه اتفاجئ بيه قاعد جنبه وبيقول له فاكرني هسيبك تمشي من غير ما ننقذ البنت. في نفس الوقت السفير كان بيشرح للاف بي اي ان جان تاو ده كان اكبر تاجر تحف اثريه في اسيا، وانه بينتقم منه عشان ليه هو اللي قبض على رجالته ورجع التحف. بالليل كان ميعاد التسليم في معرض كبير. ليه وكارتر وجونسون دخلوا الحفله، والقنصل كان بيلقي كلمه وهو متوتر، فدخل صاحبه توماس عشان يكملها. ليه اول ما شافه عرفه هو ده الراجل اللي شافه في كاميرات المطعم بيهرب البنت. ليه بدأ يصرخ ويقول جان تاو هنا. الدنيا اتقلبت. توماس اللي هو جان تاو كشف عن نفسه وطلع جهاز تفجير وهدد انه هيفجر البنت اللي لابسها حزام ناسف في عربيه بره. ليه طلع يجري يدور على العربيه ولقاها، قضى على الحارس اللي عليها وفتحها، لقى البنت متكتفه والقنبله حواليها. ركب العربيه وتشاخ دخل بيها من ازاز المعرض. جان تاو اتفاجئ داس على زرار التفجير بس ما حصلش حاجه. ليه والبنت كانوا نزلوا من العربيه. رجاله جان تاو بداوا يضربوا نار. جونسون خدت البنت عشان تفك القنبله، وجان تاو خد شنطه الفلوس وطلع على السطح عشان يركب الهليكوبتر. في الوقت ده كارتر نزل يخلص على سونج. دخلوا معاه في خناقه وفي الاخر غفلوا وقتلوا. فوق السطح ليه لحق جان تاو وبداوا يتخانقوا فوق هيكل معدني عالي. شنطه الفلوس اتقطعت والفلوس كلها طارت في الهواء. ليه وجان تاو الاتنين وقعوا واتعلقوا. كارتر تحت شاف المنظر، جري بسرعه وشد يافطه قماش كبيره وصرخ لليه عشان يسيب نفسه ويقع على اليافطه. ليه وثق فيه ونزل على اليافطه سليم، اما جان تاو وقع من فوق وراحت عليه. في النهايه البنت رجعت لحضن ابوها. القنصل شكر ليه وكارتر جدا وقال لهم انه مدين ليهم بحياته، وكشكر خاص لكارتر عزموا على اجازه في هونج كونج على حسابه. الفيلم بينتهي وكارتر وليه قاعدين جنب بعض في الطياره رايحين هونج كونج، بقوا اصحاب جدعان بجد ومستعدين لمغامره جديده. وتوته توته خلصت الحدوته. حكايتنا الجامده عن الضابطين اللي قلبوا الدنيا على بعض وفي الاخر بقوا احلى اصحاب. فلو القصه دي عجبتك وظبطت معاك ما تستخسرش فينا بقى اللايك المتين عشان نعرف ان الحكايات دي بتعجبكم ونكمل على نفس المنوال. وطبعا عشان ما تفوتكش اي مغامره او حكايه جديده دوس على زرار الاشتراك او السبسكرايب وفعل الجرس عشان تبقى اول واحد يجيله اشعار اول ما حكايه جديده تنزل. اشوف وشكم على خير في حكايه جديده. سلام.